السلام عليكم. بسم الله. الاخبار وراها كتير، بس اللي يعرف يقرا الخبر ويعرف يحلله ويقول تبعاته ايه. النهارده جايب لك خبر مهم جدا، ان الحكومه المصريه سمحت لشركات السكر ان هي تصدر الفائض. طب ايه اهميه الخبر ده يا قطب؟ هقول لك ببساطه. شركات السكر كان عندها مخزون كبير جدا ادى لتراجع السهم في البورصه، بسبب ان المخزون الكبير ده انخفض بسببه سعر السكر في السوق. الناس بقى عندها مش عايزه سكر، والاسعار قلت، واكيد انت فاهم كده كويس. النهارده لما الحكومه تسمح بتصدير الفائض، الشركات دي العائد بتاعها هيرتفع جدا، وهيرتفع بالدولار. هيبتدي ترجع الدوره تاني، ودي افضل نقطه لشراء سهم السكر. والله اعلم السهم رايح فين. رايح بعيد. عايز تعرف رايح فين؟ تعالى معايا ان شاء الله وهقول لك رايح فين. اشتغل معانا في الشركه، اشتغل معايا في الجروب، هقول لك سهم السكر رايح فين. سهم السكر في خلال سنه من دلوقتي ان شاء الله في مكسب ممتاز، استثمار شبه مضمون والضمان لله وحده. تاثير الخبر ده هيبقى ممتاز على الميزانيات، ولما تطلع الميزانيه هيكون السهم خلاص طلع وعمل هدفه. واحنا دايما بنشتري على الاشاعه ونبيع الخبر. هنا هنشتري على الخبر الاولاني ونبيع على النتيجه باذن الله. لو عايز تكسب بجد صلى على الحبيب قلبك يطيب، وهو ده المكسب الاكيد. السلام عليكم.